واش ما لاحظتوش باللي في الايام الاخيره في المغرب ولات واحد الدائره اللي منتشره بزاف واللي هو انه غلاء الاسعار. اي غلاء الاسعار كينتج من عده العوامل واللي غادي نذكرهم في هذا الفيديو. وبزاف الناس فقط تيقولوا باللي السبب وراء هذا الغلاء الاسعار واللي هو اخنوش رئيس الحكومه. بطبيعه الحال عنده واحد الدور اللي مهم جدا ولكن قصير، ولكن بزاف ديال الناس كيعتقدوا بان رئيس الحكومه اخنوش هو السبب الرئيسي جدا في هذا غلاء الاسعار اللي كترتفع جدا اللي وصلت مطيشه لشي 13 درهم اولا في الاسواق المغربيه وكتغير في كل سوق مغربي. وفي هذا الفيديو هذا غادي نكشف لكم شنو هي الحقيقه ديال غلاء الاسعار في المغرب وشكون هما الناس اللي كيتحكموا في الغلاء ديالها، واش النقا ولا عزيز الاخنوش رئيس الحكومه. اول حاجه خاصنا نعرفوا باللي هو انه ماشي غير المغرب بوحدو اللي فيه هذه الازمه الغذائيه اللي الاثمنه ديالها مرتفعه جدا غاليه، ولكن راه في جميع انحاء العالم، حيتاش واحد الاقتصاد العالمي دابا في واحد المرحله اللي صعيبه جدا لعده اسباب، ومن الاهم ديالهم جائحه كورونا. بزاف ديال المصانع تسدوا، الانتاج نقص وسلاسل التوريد تعطلت، ومن بعد زادت الامور تعقدت في الحرب ديال اوكرانيا وروسيا اللي تاثرت بشكل مباشر على الاسعار ديال القمح وايضا الطاقه وحتى الاسمده. وهذا الشيء كامل خلى انه الاثمنه اللي هذا الشيء اللي كنستوردو يكون بواحد الاثمنه اللي طالعه جدا بزاف. دابا تخيل معايا الا طلع الثمن ديال البترول عالميا، شنو غادي يوقع؟ النقل غادي يغلى، ومن بعد السلع والخدمات اللي كيتقدمها بالنقل، يعني هادشي ديال المبادلات وايضا الارسال، وهادشي غادي يغلى جدا وهادشي اللي كيخلي انه الاسعار تكون جد مرتفعه جدا يعني انه ولو غير زياده واحده ديال في الثمن ديال البرميل غادي يشهد واحد الارتفاع الاسعار اللي جد خيالي جدا. وما نوقفوش هنا، وكاين واحد العامل الاخر اللي هو الشنقه او الوسطاء. هاد الناس كيشريو السلعه بثمن رخيص جدا من عند الفلاح، ومن بعد كيوصلوها للمستهلك بثمن جد طالع جدا يعني انه خاص تكون واحد الرقابه من عند الدوله المغربيه ولا من عند الحكومه المغربيه، واللي انه خاصهم يصدروا بعض القوانين اللي جد صارمه جدا في حق هذا الشناقه هادو اللي كيزيدوا على الاثمنه، واخا هي كيشريوها بواحد الثمن اللي صغير جدا وناقص جدا، مثلا واحد 2 دراهم للكيلو او لا، وهما كيدوزوها من عده مراحل وحتى كتوصل لعندك نتايا بواحد 15 درهم ولا. والفرق كيمشي في الجيوب ديال الوسطاء. وهنا كيتطرح واحد السؤال الكبير، وعلاش هذا الشيء باقي كيتكرر. ودابا نرجعوا لواحد السؤال اللي درنا عليه الفيديو كامل، واللي هو واش عزيز اخنوش هو السبب الرئيسي في غلاء المعيشه؟ الجواب بكل وضوح لا، حيتاش كاينين بعض العوامل اللي ذكرناهم في هذا الفيديو اللي كتساهم جدا باش يكونوا الاثمنه مرتفعه جدا ولكن بطبيعه الحال عندهم عند الحكومه المغربيه او عزيز اخنوش واحد الدور اللي مهم بزاف وطالع جدا، واللي هو انه غياب المراقبه كيف ما قلت لكم، وايضا ما كينظموش الاسواق والمراقبه ديال الاسعار، وايضا ودعم الفئات المتضرره. يعني الحقيقه اللي خاصكم تعرفوها كاملين ان بزاف ديال الناس ما كيبغيوش يسمعوها، هي ان غلاء المعيشه ماشي غير من طرف اخنوش، ولكن بزاف ديال العوامل اللي من اهمها هاد الشناقه هادو، وزيد عليها يطلع الثمن ديال البترول وبزاف الحوايج العوامل اللي ذكرناهم في ما قبل. ولكن هادشي اللي ذكرنا لكم في هذا الفيديو ماشي ما عندوش حلول، ولكن راه عنده بعض الحلول اللي واقعيه جدا ولكن ماشي سهله. اولا تشجيع المنتوج المحلي باش نقللوا من الاستيراد، وزيد عليها انه تقليل الوسطاء بين الفلاح وبين ايضا المستهلك، وايضا دعم المجال ديال الفلاحه خصوصا في السنوات ديال الجفاف، وتشديد المراقبه على الاسواق، وايضا وضع قوانين جد صارمه جدا في حق هذا الشناقه جدا. في الاخير بغيت نشوف منكم في التعليق واش نتوما ضد غلاء الاسعار ولا كيفاش، وشنو هما بعض العوامل الاخرى اللي كتشوفوا بها غلاء الاسعار. اللي عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا معكم شي لايك وشي ابوني. كان معكم ايوب حكم، تهلاو.